السلام عليكم يا سنة أولى. معاكم أمنية السيد من لجنة البار. النهاردة هنشرح شابتر النيماتود وهي الديدان الإسطوانية. هنشرح النهاردة دودتين، انتروبياس فيرميكولاريس واللوا. الاتنين دول احنا هنشرحهم بتفصيل وهناخد كل حاجة عنهم ان شاء الله في المحاضرة النهاردة. هناخد الاول الجنرال مورفولوجي بتاع النيماتود. احنا عيله كامله اسمها ديدان اسطوانيه نيماتود، عيله فيها ديدان كتير جدا. هنعرف الجنرال مورفولوجي بتاعها ازاي الادلت مثلا سيلندريكال ولا اسطواني، شكل الادلت عامل ايه، بتمر بمراحل ايه في النضوج، انواعها ومش عارفه ايه. وبعدين ندخل بقى في الديدان الاساسيه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. فهنقول الجنرال مورفولوجي. الادلت بيبقى elongated، بيبقى طويل ومطول كده وممتد، وبيبقى سلندريكال اسطواني. هي اسمها اصلا الديدان اسطوانيه سلندريكال وانسجمنتد، مش متقسم، مش جسمه كده مش متقسم حتت، لا هو زي جسم الانسان، الجسم مرتبط ببعضه، فوق بقه مرتبط بعدين فارنكس والمعده والامعاء والحاجات دي. فاحنا نعرف ان هو ايه، مرتبط ببعضه مش متقسم. في جواه جسمه كافيتي، هو اصلا حاجه مجوفه من جوه كده، كافيتي. الكافيتي ده اللي بيحوط الديفرنت اورجان. مثلا هو اصلا الديدان الاسطوانيه دي النيماتود اكتر ديدان رقيا، بتشبه جسم الانسان، فيها كل اعضاء جسم زي الانسان بالظبط، فيها يورينري سيستم واكسترنال سيستم وجينيتال سيستم، وفيها معده وفيها فالفا وفيها فاجينا وفيها كل حاجه زي الانسان، اكثر الديدان رقيا. فما انا قلت لك ان هي اكثر ديدان رقيا، يبقى فيها جوه ايه، ماوس، توزد ماوس، وفيها انتستين امعاء، وفيها اينس، وفيها فيها اينس وفيها ايه انتستين. ونعرف ان هي ايه، سيبريت 6 زي الانسان بالظبط. في ميل، عندنا ميل وعندنا في ميل، مفيش خنثى. يعني احنا عندنا الديدان والنباتات والحاجات دي بقى فيها خنثى اللي هو ميل وفي ميل مع بعض، لا لكن احنا عندنا النهارده سيبريت 6 الاثنين، لا اما ميل لا اما في ميل، يعني ما ينفعش الحاجتين في الدوده الواحده. فاحنا نعرف السلايد دي ان هي نفتكر ان النيماتود اكتر ديدان رقيا وبتشبه الانسان بالظبط. فنعرف ان هي ايه، مش متقسمه، لا هي حته كده على بعضها، فيها مجوفه من جوه، الكافيتي بيحوط الاعضاء، وفيها ماوس وانتستين واينس شبه الانسان، وفيها لو لاحظتوا في الصوره اصلا عندنا فارنكس اهو، عندنا فارنكس ونيرف رينج، وفي برضو اكسكريتوري سيستم، وفي انتستين، وفي اوفري بسم الله ما شاء الله. في الفيميل اهي فايوترس وفالفا وانس وانتستين، وهنا في الميل في تستس وسبيرم. يا صلاة النبي بجد، يعني في كل حاجه. فكده نعرف ايه، ان هي اكتر الاعضاء رقيا. ونعرف اهم حاجه ان هي سيبريت 6 عشان بتيجي في الام سي كيو، يجي يقول لك ان هي سيجمنتد والان سيجمنتد سيبريت 6، ويلخبطك في الام سي كيو. فتعرف ان هي ان سيجمنتد وسيبريت 6 وسيلندريكال وكافيتي. الحاجات اللي انا عاملاها بالاصفر دي هي تركز عليها. نعرف بقى الجنرال لايف سايكل بتاعت النيماتود. بيقول ان النيماتود الجنرال لايف سايكل بتاعتها يوجد 4 لارفا ستيج. 4 دلوقتي هي اول حاجه عندنا الايج ديت حاجه بسيطه صغننه اهي، الايج اهي تقوم تتحول لنا لارفا واحد. اللارفا دي اللي عندها 4 مراحل، اللارفا تروح لارفا 2، وبعدين تتحول لارفا 3، لارفا 4، وبعد ما اللارفا تكبر كده وخلاص وبقت حلوه تكبر تبقى ادلت بالغ ميل وفيميل. الميل والفيميل دول لما يتجوزوا يطلعوا لنا الايج، والايج تكبر وتطلع لنا لارفا. يعني اعتبر الايج ده جنين مثلا عنده اقل من سنه، واللارفا دي اللي هو جنين بقى ايه، سنه، وبعدين كبر شويه يروح مرحله الحضانه، وبعدين مراحل المدرسه الابتدائي، بعدين مراحل المدرسه الاعدادي، وبعدين بقى ادلت بقى في الثانوي، يعني 18 سنه يقدر يتجوز ويخلف ويطلع ايج تاني صغير نونو، لارفا 1 2 3 4 وادلت. فكده بيقول لك في الكومبليت نيماتود لايف سايكل يوجد 4 لارفا ستيج فولود باي immature ادلت اهو. وبعدين الادلت بيبقى بعد ما ماتيور يبقى ماتيور ماشي، ايج لارفا 1 لارفا 2 3 4 ادلت. اللارفا بس من بيقول ان هي بتمر من هوست لاخر. وعندنا بيقول ان النيماتود عندها بتتطلب هوست واحد بس عشان تكمل اللايف سايكل بتاعتها. يعني ايه، يعني هي مثلا هتتطفل على الانسان، خلاص هي تدخل جسم الانسان وتقعد فيه ومش هتحتاج حته تانية، وتخرج بقى وتروح الستول وترجع تاني جسم الانسان والحوارات دي، لكن مش هتحتاج هوست تاني. ما عدا ايه، ما عدا حاجه اسمها فيلاريا نيماتود هنقولها النهارده، هي اللي هي لوا
دراكونكولاس ميدينيزيس نعرفهم عشان الام سي كيو. ممكن يجي يسالك في ايه اللي بيتطلب الهوست من النيماتود. احنا عارفين ان احنا عندنا 1 هوست بس، لكن دول بيحتاجوا 2 هوست. يعني ايه؟ بيحتاجوا حشره يعني عائل وسيط. فاكرين في الثالثه ثانوي كان عندنا عائل وسيط والحاجات اللي هي عائل وسيط مش حاجه اساسيه. لا احنا محتاجين حشره تنقل البيضه مثلا وتكبر جواها، وبعدين تنقلها لجسم الانسان، تقرص الانسان مثلا. فنعرف ان الفيلاريا نيماتود ودرانكولاس ميدينيزيس. فبيتكلم اللايف سايكل في 2 هوست. اما بقيه النيماتود بتحتاج لايف سايكل واحده بس. ندخل بقى على الامثله. احنا هنعرف بقى الامثله بتاعه النيماتود عامه، مش اللي هناخدهم في المحاضره، هناخدهم في محاضره 2 بس. عامه احنا بنقسم الكلاسيفيكيشن عن طريق ايه؟ الهابيتات يعني ايه؟ يعني المكان اللي بتعيش فيه الدوده. عندنا اما بتعيش في الانتستين يعني الامعاء، او بتعيش في التيشو زي ايه؟ بتعيش في السبكوتينيوس تيشو زي السكين، زي الاي، زي اللونج. بتعيش في اي مكان غير الامعاء بتاعه الانسان. يعني بتعيش تحت الجلد، بتعيش في العين. دي اسمها تيشو نيماتود او انتستينال نيماتود زي ما احنا هنقول دلوقتي. اللي بتعيش بقى في الامعاء، لا اما امعاء اللي هي الصغيره سمول انتستين، او امعاء غليظه اللي هي لارج انتستين. اللي سمول انتستين زي ايه؟ قولنا كده، ثواني عذرا عن اللخبطه دي. زي الاسكاريز لامبركويز، والانكلستوما ديودينال، والسترونجولويد ستيروكولاريس، وثرايكينيلاس برايلاريس. مش مهم الاسماء دي، المهم انت تعرف ايه. لسه ممكن حاجات هتاخدها في جي اي تي والحاجات بعدين، يعني انت عارفهم بس اسما كده، مش لازم تعرفهم اصلا. اللارج انتستين بقى اللي انتروبيا سبرميكولاريس اللي هنقولها النهارده بتعيش في الامعاء الغليظه. هيجي يقول لك في الام سي كيو بتعيش في الامعاء الغليظه ولا سمول انتستين ولا لارج انتستين، هتقول ان هي في اللارج انتستين انتروبيا سبرميكولاريس. وفي ترايكوريا مش مهم برضو، مش مهم والله الاسماء، وما تشغلوش نفسكم. وعارفه ان هي اسماء هيروغليفيه شويه، بس عادي مش مهم، ما تشغلوش نفسكم خالص. التيشو نيماتود احنا قلنا اللي بتعيش فين؟ بتعيش في السبكوتينيوس تيشو زي السكين والاي، او بتعيش في الليمفاتيك، وبتعيش في اللنج والحاجات دي. يعني بتعيش في اي مكان غير الامعاء. يعني مش هتنزل للستول اصلا، هي تروح الدم بقى وتهرب هنا وهنا، وملهاش دعوه بالستول. زي ايه اللي هنقولها النهارده؟ اللوا ملناش دعوه، مش مهم بقى دي وشرشة بنكروفتي وبرجوريا مالياليا وانكوسيركا. والله العظيم انا ما عرفتهم. هي اهم حاجه عندنا اللوا، الحاجات اللي انا عاملاها بالاصفر، اللوا والانتروبياس فيرميكولاريس. ماشي. ندخل بقى ايه على اول دوده معانا، الانتروبياس فيرميكولاريس. هنقول ايه بقى النهارده؟ بسم الله. الانتروبياس فيرميكولاريس هي دوده بيطلق عليها، هنعرف الاربع اسماء مهم جدا عشان الام سي كيو. انتروبيزيس جاي من اسمها، بس انت ممكن يقول لك الانتروبيزيس بنشخصها بايه وانت اصلا ما يجيش في دماغك اللي هي انتروبيزيس فيرميكولاريس، متعود على الاسم كده منسجم مع بعض. لا انت تعرف انتروبيزيس، مهم جدا تعرف ان هي انتروبيزيس. واكسوريزيس، اوكسوريزيس دي تقريبا جايه من هي ايه؟ بتعمل مشكله في الفاليبيان تيوب والحاجات بتاعه الانثى يعني، والمبيض والحاجات دي، فبيسموها اوكسوريزيس. بين وورم ديزيز عشان هي دوده دبوسيه بتعمل شكشكه. يعني الوصف المريض لما يجي يشتكي للدكتور بيقول انا بحس بشكشكه كده، بحس بالشكشكه في منطقه الانال كانال، فهم بيسموها الدوده الدبوسيه بين وورم ديزيز. وعندنا سيت وورم ديزيز. ندخل بقى على المورفولوجي. معانا الادلت والايج. الادلت من 5 ل 10 ملم في اللينس، طول الادلت من 5 ل 10 ملم في اللينس. الادلت عنده 2 انتيرو كوتيكولار وينج سلايس لايك اكسبانشن، بيسموها اولي. عنده ايه؟ 2 انتيرو كوتيكولار وينج سلايس لايك اكسبانشن، اولي. زي ايه؟ ماشي هوريكم في الرسمه ان شاء الله. اهي ده ادلت اهو، معلش اهي. دي الحاجات اللي هي ايه؟ مش عارفه اهي هنا كده، الحاجات اللي هي من قدام دي اهي. بص هي المفروض هي عامله كده
دي وينجز اهي، دي هي المفروض في الرسمه بس انا مش عارفه الرسمه صغيره مش اهي. دي الوينجز لايك اكسبانشن، بيسموها ايه؟ الي. ممكن نعرفها برضو عشان بتيجي في الام سي كيو. ويعرف بيقول لك ان الفيميل هاز ستريت بوينت تيل والميل بوستيرور اند اسكيرفت. الميل اهو ده دي اهي، دي الفيميل وده الميل البوستيرور اندو بتاعي كيرفد اهو، ماشي كده ملفوف اهو. اما الفيميل ماشيه كده طويله مش ملويه، التاني اللي ملوي عامل لك كده اهو. نعرفها ليه بقى دي؟ عشان العملي. انت مش هتعرف في الام سي كيو ده، تعرف عشان العملي. يجي يقول لك في العملي هتروح مأكد بقى تقول ايوه يجي يجيب لك مثلا الطويله ديت هتعرف ان هي فيميل، فتقول ان الفيميل هاز ستريت بوينت تيل، وتقول ان هي 5/10 ملم في اللينس، وتقول ان هي بقى سيلندريكال وسيبريت 6. اما الميل هتقول اللي هو تيل كيرفد، فانت لازم تعرف ميل ولا فيميل في الانتروبيز بريموكولاريس. دي العمليه، ما تشغلش نفسك بيها. ندخل بقى على الايج بيقول ان هي شكل دي شيب. ورينا الدي شيب اهو، ثواني ننقل البتاع دي. ادي حرف دي اهو، شبه اللي قدامك بالظبط، ده حرف دي. بلانو كونفكس، يعني المنطقه دي بلانو كونفكس كده، مش ولا كونفكس ولا بلانو هنا وهنا كونفكس، عامله كده، عامله شكل كونفكس. ندخل بقى على لسه ما قلناش. الايج بلانو كونفكس دي شيب من 20 ل 50 ملم، وبتحتوي على ايه؟ فول ديفلوب لارفا. الايج هنا مفروض ان هي مليانه من جوه لارفا كتير، زي ايه؟ قولوا بويضات صغننه كده مثلا اهي، فول ديفلوبد لارفا. بس كده يا عزيزي وخلاص. يعني ايه؟ السلايد دي خلصت خلاص، خلصنا. معلش اسفه على المقاطعه دي، مش عارفه ايه اللي بيحصل. نقول بقى تاني ان الادلت في 2 انتيرو كوتيكولار وينج سلايس اكسبانشن الي، والفيميل بوينت التيل ستريت. اما الميل التيل بتاعه كيرفد. الايج احنا قلنا شكل دي شيب وبتحتوي على فول ديفلوبد لارفا. نعرف ايه الام سي كيو؟ نعرف ان الايج مثلا دي شيبد وفي وينج سلايس اكسبانشن في الادلت، فنعرف الادلت والايج. عشان هنقول دلوقتي في اللايف سايكل مهم نعرف ايه اللايف في اللايف سايكل، نعرف الادلت ونعرف ايه الايج. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل في اللايف سايكل كده وركز معايا، عشان احنا بقى دخلنا ايه في المهم. اللايف سايكل لو فهمتها هتفهم الدايجنوزس وهتفهم الباثولوجي وهتفهم كلينيكال بيكتشر، فركز كده وصحصح معايا وان شاء الله نخرج فاهمين من المحاضره. بص بص احنا عندنا دلوقتي ثواني نجيب البتاع. ادي عندنا ميل وفيميل، عايشين فين؟ عايشين في اللارج انتستين بتاع الجسم الانسان. يبقى عندنا دلوقتي ايه؟ ميل وفيميل عايشين في اللارج انتستين بتاع الجسم الانسان، ماشي، عايشين في سلام وامان. قاموا نزلوا لنا ايج في الاستوم، ماشي. وبعدين بقى يا ايج انت اهي، الايج دي فاكرين احنا قلنا في الاول ان النيماتود بتمر بمراحل، ايج بعدين لارفا واحد. الايج بقى يمر فيها مراحل اللارفا، ايج فيها لارفا واحد، وبعدين ايج فيها لارفا 2، ماشي. وبعدين بقى تيجي الايج اللي فيها لارفا 2 دي طبعا اهي ايج اهي، وفيها لارفا 2 جواها، جايه على اكل مثلا، اكل في ميه ملوثه. يوم مين اللي واكلها؟ مش بلاش المتخلف، عذرا. يوم مين بقى؟ الانسان المفجوع شويه اللي بياكل اي حاجه قدامه ده، الانسان. يوم ياكل الايج دي اللي فيها لارفا 2 وتدخل جوه جسمه، تقوم نازله الايج جوه جسمه وتكبر لارفا 2 ولارفا 3 ولارفا 4، بنت تتحول لايه؟ تتحول لابوها وامها اللي هم اللي كانوا ادلت، دول اللي خلفوها من الاول اصلا، وتنزل لنا ايج. الايج تنزل في الستول، تنزل بره، وبعدين الايج دي تمر فيها مراحل، لارفا 1 لارفا 2، وتقوم اللارفا 2 جايه على اكل او ميه ياكلها الانسان، نفس الحوار يحصل وتدخل بقى ايه؟ جوه جسم الانسان. بس كده اتعمل. نشرح بقى على الصوره. ادي الادلت ميل وفيميل هينزلوا لنا ايج، ماشي. الايج بقى ايه؟ تمر بالمراحل النضوج لحد ال2 وياكل اهي، دي اسمها امبريونيتد ايج عشان فيها سكند ستيج لارف اللي هي ال2، ياكلها الانسان عن طريق الدرينكينج
او عن فيكو اورال روت، اللي هو مثلا الاكل نزلها في الستول، والستول دوت لوث اكل او لوث ميه وشرب هو الاكل والميه دي، فاسمها فيكو اورال روت. تدخل بقى جوه ايه الامعاء بتاعته. ماشي. بس في قبل ما نشرح الحوار، ممكن اقول لك على حاجه كمان في اللايف سايكل. ماشي، قوليلي. عندنا لايف سايكل كمان، يعني ايه هي نفس اللايف سايكل بس عايزين نشرحها بتفصيل اكتر. ماشي، نشيل دي هنا كده. عندنا دلوقتي الايج ديت ما بتنزل في الستول، وساعات ما بتنزلش في الستول. هي ايه بتعمل؟ ايه، بتقرف من الستول شويه، فتقوم ايه سايبه الستول ينزل اهو. ده طفل صغير عمل ستول مثلا، وتقوم واقفه له يا عيني في منطقه الانال كانال في البرينيوم، بتقعد بقى تعمل له حكه بقى وهرش هي اصلا اسمها ديدان دبوسيه، بتعمل حكه وهرش زي الدبابيس كده. تقوم ايه الولد ده يا عيني مش فاهم حاجه، فيقعد يهرش في المنطقه دي زي الصوره كده بالظبط. وبعدين طبعا طفل صغير هيحط ايده في بقه او يحط ايده في مناخيره، تقوم اللي حاطط ايده في بقه يدخل الايج لبقه، وتنزل بقى الانتستين، او يحط ايده في مناخيره عن طريق الانهاليشن، وتنزل برضو اللي تروح على الفارنكس وعادي، والاتنين مرتبطين ببعض، وتنزل برضو الانتستين وتتحول بقى وتكمل ايه مراحل النضوج، بعدين تتحول لادلت وتنزل ايج، وكل حاجه تحصل زي ما هي. فهنا بقى في اللايف سايكل ديت جت للانسان ازاي؟ جت عن طريق مصطلح اسمه اوتو انفكشن، يعني هو اللي عدى نفسه بنفسه، هو اللي هرش ومسك نفس الايج بتاعته اتعدى بيها تاني. دي اصلا مشهوره جدا، انت ممكن تتعالج وتاخد علاج، بس يعني ايه الفكره ان انت تهرش منطقه وترجع تحط بقك ايدك في بقك تاني. فده اسمه ايه؟ اوتو انفكشن وانهاليشن. يبقى كده احنا عندنا الانسان اتعدى عن طريق فيكو اورال روت اللي هو درينكينج، كل وشرب ميه ملوثه. اما الطفل الصغير ده اتعدى عن طريق ايه؟ انهاليشن، او اتعدى عن طريق الايه الاوتو انفكشن اللي هو عدى نفسه بنفسه. افتكر حته ايه الهرش، فانت تفتكر جدا اوتو انفكشن دي لان هي بتيجي في الام سي كيو. ماشي. عايزين بقى عايزين نطلع اللايف في اللايف سايكل كده على الصور دي قبل ما نروح على ايه السلايد ده. يلا طلع معايا بقى ايه الهابيتات اللي بتعيش فيها الدوده دي. الهابيتات يعني المسكن اللي بتعيش فيه. بتعيش في الامعاء. ايوه الامعاء اهي قدامي. ايوه يبقى بتعيش فين؟ في الامعاء بتاعه الانسان. ماشي. ايه هي الانترميديت هوست؟ فيه هوست تاني عاشت فيه غير جسم الانسان. ايه هو الديفينيتيف هوست عاشت في الانسان. طيب عاشت في مكان تاني غير الانسان لمده مؤقته بعدين رجعت لحت للانسان تاني؟ لا، هي كانت بره كده في الميه وكده، لكن ما عاشتش في حشره معينه. يبقى ما فيش عندنا انترميديت هوست. لكن عندنا ايه؟ ديفينيتيف هوست. زي ما احنا قلنا في الاول كل النيماتود عندهم هوست واحد اللي هو ديفينيتيف هوست اللي هو غالبا اصلا الانسان، فانت تعرف. ما عدا الدوده اللي احنا هنقولها اللي هي فيلاريا لوا. ماشي. وفي دوده كمان مش مهم، مش عليها تفاصيل. فكده نعرف ان احنا ايه عندنا الديفينيتيف هوست المان، واحنا قلنا المود. طيب عايزين بقى الانفكتيف ستيج. ايه الحاجه اللي عادت الانسان؟ فاكرين الانسان ايه اكل وشرب، صح؟ اكل وشرب ايه بقى بالفيكو اورال روت اهي. اكل وشرب الايج اللي فيها سكند ستيج لارفا. يبقى الانسان اكل وشرب ايه؟ السكند ستيج الايج، امبريونيتد ايج فيها سكند ستيج لارفا. ماشي خلاص كده خلصنا الانسان كل الايج اللي فيها سكند ستيج لارفا. ايه بقى الدياجنوستيك ستيج؟ ايه اللي اخدها من الانسان واعرف ان هو عنده الدوده ديت؟ ايه اللي بينزل اصلا وبيجيب لنا الايج؟ فاكرين الايج اللي كانت بتنزل منه اهي عضل بتنزل مع الستول الايج. يبقى الايج هي الدياجنوستيك ستيج. الانفكتيف ستيج اللي عادت الانسان الايج اللي فيها سكند ستيج لارف. امال بقى الديفينيتيف هوست هو المان. الهابيتات مين؟ اللارج انتستين. انترميديت هوست ما عندناش. اخر حاجه وخلاص انت كده فهمت اللايف سايكل اصلا. المود اوف انفكشن معانا اللي هو ايه؟ الانسان اكل وشرب اللي هو فيكو، بيسموها فيكو اورال روت اللي هو من الانال كانال لحد البق. هو من الانال كانال الايج لوثت حاجه وهو كلها، فاسمها فيكو اورال روت. ماشي. او عن طريق الهاليشن، الواد الصغير اللي حط ايده ورا وهرش وحطه في بقه فعمل لنفسه اوتو انفكشن، عدى نفسه بنفسه، او اصلا حطها في مناخيره فعمل ايه؟ انهاليشن، فشم وخد البتاعه دي. والايج برضو ايه؟ بالاتصال مع الجهاز الهضمي والجهاز والبلعوم والحاجات دي
راحت للمعده عادي، راحت المعده وبعدين راحت في الانتستين وكل حاجه. فكده عندنا 4 مود اوف انفكشن. في اورال روت اللي هو اكل وشرب، وعندنا انهاليشن، وعندنا ايه اوتو انفكشن بتاع الواد الصغير المعفن اللي قاعد يهرش. طيب ماشي، ندخل بقى على السلايد اللي بعدها. اتمنى بجد تكونوا فهمتوا السلايد دي، عشان دي بجد اهم حاجه في المحاضره اصلا. اللايف سايكل احنا قلنا الهابيتات لارج انتستين، ديفينيتيف هوست هو المان، والافكتيف ستيج نعرف ان هو مهم جدا، الامبريونيتد ايج اللي بتحتوي على ايه، بيجي لخبطك في الام سي كيو. سكند ستيج لارف. اما الدايجنوستيك ستيج اللي هاخدها من الانسان اصلا واعرف ان هو عنده المرض ده ايه، الايج. فكده لو جيت قلت لك في الدايجنوزز هعمل ايه، هتقول لي ان انا هشوف الايج في منطقه البرينيوم كانال، الانال كانال، او اشوفها في الستول. صح، يبقى كده خلصنا دايجنوزس يا معلم. كده في العلاج هعمل ايه؟ في العلاج ان الواد المعفن اللي قاعد يهرش ومش عارفه ايه، يبقى خلاص، يبقى انا في العلاج دوت هعمل ايه؟ النظافه الشخصيه، ههتم بالنظافه الشخصيه. طيب انا قلت لك ان الايج بتعمل هرش ورا في المنطقه بتاعه الانال كانال، وممكن تخرج اصلا مع الاكل ومش عارفه ايه. فان انا مثلا اغلي الملابس، ممكن تخرج مثلا في الاندروير والحاجات دي، اغلي الملابس بتاعه الطفل ده، والملايات ممكن تكون نزلت في الملايات. فكده انا خلصت معاك الدايجنوز والبريفنشن اصلا. كده خلصنا اصلا الدايجنوز والبريفنشن. فانت لو فهمت اللايف سايكل هتفهم، وهتفهم دلوقتي الباثولوجي لسه هنقولها ان شاء الله دلوقتي، هتفهم يعني خلاص. لو اللايف سايكل فهمت الدنيا هتتفهم. فانت لو ما فهمتش اللايف سايكل يا ريت لو سمحت تعيد الفيديو تاني وتفهم اللايف سايكل كويس. وحتى لو فهمتهاش مني فهمها من اي حد تاني. اللايف سايكل اهم حاجه اللي هتفتح لك كل حاجه. ندخل بقى على المود اوف انفكشن. احنا قلنا ايه عن طريق اللي هو اكل وشرب، فيكال اورال روت، او عن طريق انهاليشن، او عن طريق اللي هو اوتو انفكشن. الحاجات اللي عملها بالاصفر دي اهم حاجه، انت ممكن اصلا قبل الامتحان تراجع عليها كلها كده وخلاص. ندخل بقى على الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر. الباثولوجي بتعمل لنا ايه حاجه، والكلينيكال بيكتشر بتعمل لنا مشاكل على مستوى الانتستين اللي هي اصلا عايشه فيها الامعاء، او مستوى بره الانتستين، عضو غير الانتستين، في اليورينري تراكت، وعند الفيميل بالذات في الفاجينا والفالفا، هنقولها الحاجات دي. ندخل بقى في الانتستين. اول حاجه بيقول ان اهم عرض بتعمله الموست كومن سيمبتوم، نعرفها مهمه جدا دي الام سي كيو اصلا، ودي الامتحان تقريبا هو السؤال ده اللي ممكن يجي لك في الدوده دي. نكتورنال انال برورايتس، يعني ايه؟ يعني بيحصل حكه وهرش وكلان وحاجات غريبه كده في منطقه الانال كانال بالليل. هو كده يجي ينام يا عيني، خلاص يصحى بقى يلاقي مثلا بالليل بقى الهرش والحوارات دي. فنكتورنال انال برورايتس، حكه ليليه بسبب الدوده دي. بيقول ان الانفكشن دي سيلف ليميتنج، بتتعالج لوحدها، وممكن تتعالج لوحدها في خلال 3 ل 6 اسابيع. ايه بقى النون انتستينال انفكشن؟ بيقول ان الفيميل دلوقتي النون انتستينال انفكشن قبل ما نبداها معلش مختصه بالفيميل. هبقول ان في حاجه نسيت اقولها. الفيميل احنا قلنا الادلت ميل وفيميل، ماشي، اللي كانوا بيتجوزوا ويخلفوا ويعملوا لنا ايج ينزلوها في الاسطول، صح؟ دول كانوا عايشين فين؟ في الانتستين بتاع الجسم الانسان. تقوم بقى ايه البت الجزمه هي اللي هي الفيميل، تقوم البت الفيميل دي جايه ايه، هي في الانتستين اصلا، تقوم ماشيه كده 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 مسحلبه بالليل انت الايه، وراحه على ايه فيميل. لو هي عايشه في فيميل، يعني فيميل بنت جزمه عايشه في فيميل، ماشي كده النساء بقى فيميل عايشه في فيميل. تقوم راحه بقى على الفيميل يا عيني، جايه من قدام ماشيه من هنا الكنال وطالعه على قدام في الفاجينا منطقه البرينيه، تعمل لها بقى ايه، تبهدل الدنيا بقى، تبهدل الدنيا عندها، تعمل لها اريتيشن بقى وبيرورايتس في البرينيه ايه اريا، وتعمل لها ايه الجهاز المناعه بقى اللي تستجيب ويعمل انفلاميشن ومش عارفه ايه في منطقه البرينيه. فبتعمل لها بيرورايتس اناي، بيسموها ايه بيرورايتس اناي. وبعدين بقى ايه تقوم الفيميل الورم كمان ما تكتفيش ان هي تعمل في منطقه البرينيه من بره، لا تروح على الفالفا وتروح طالعه بقى ايه عامله مشكله كمان في الفالفا. ماشي، عملتي مشكله في الفالفا، وبعدين يعني انت عملتي مشكله في البرينيه، عملتي بيرورايتس اناي، وبعدين تدخلي تطلعي على الفالفا وتروح طالعه على الفاجينا بالمره، يلا تبهدل الفاجينا كمان، تعمل فيها التهابات وبتاع، وتروح طالعه على اليوترس بنت الايه كمان، وتبهدل اليوترس والفاليبيان تيوب، بهدلت الفيميل خالص. يعني الفيميل هو خلاص بيحصل له حكه ليليه وخلاص. يعني الفيميل بقى تتبهدل لو فيميل بقى زيها، فيميل وفيميل كده النساء، انت ما تعرفش يعني كده النساء بيعمل ايه. فبيقول لك ان الفيميل في الومن
بيحصل فيها ايه؟ انتروبيز. بيحصل لها ايه؟ انتروبيزس. انتروبيز دي المصطلح اللي احنا قلنا عليه نعرفه اصلا، ممكن يجي لك في الام سي كيو. بيقول ان هو important cause of vulvovaginitis، يعمل التهاب ايه في الفالف. ما الورم طلعت، فطالما ورم طلعت يبقى المناعه هتستجيب فتعمل التهاب، ويحصل انيوريزس. يحصل انيوريزس. ايه الانيوريزس ده؟ بص يا معلم، دلوقتي الفيميل دي يا عيني عيانه، والصبح تلاقيها عندها التهابات في الفالفا والفاجينا، وكل شويه عندها حكه ومش عارفه ايه. فالبنت يا عيني بنت صغيره مثلا، بنت صغيره امها لسه بتحاول تعودها تعمل حمام ومش عارفه ايه، هي بقى عندها طول التهابات وحكه وبتاع، تقوم تنام تعبانه بقى، اللي هو على طول تعبانه. اول ما تنام ما ترضاش تصحى، عندها حمام عايزه تعمل حمام مش عارفه ايه، ما تحسش اصلا، هي ما ترضاش تصحى، فيحصل لها تبول لا ارادي. تبهدل لها الدنيا بقى، انيوريزيس اسمه ايه؟ تبول لا ارادي. وبعدين بقى يحصل ايه؟ دلوقتي الحته دي اصلا ملتهبه، البرينيوم فاتحه مع عند الفيميل، فاتحه في اليورينري تراكت مع الانال كانال، كل الجزء ده مرتبط ببعضه اصلا. فيحصل لها ايه؟ ريكورنت يورينري تراكت انفكشن، يحصل لها انفكشن كل شويه تجي لها تتعالج منها ويرجع لها تاني في منطقه اليورينري تراكت. بس كده في السلايد ديت نعرف ان الموست كومن سيمبتوم، معلش، هو نكتورنال انال بيرورايتس. نعرف دي مهمه جدا وتيجي في الام سي كيو، يجي يسالك كده نكتورنال انال بيرورايتس. ونعرف نون انتستينال انفكشن فيميل وور بروديوس انتنس اريتيشن وبرورايتس في منطقه البرينيال اير، برورايتس اناي. والفيميل وور ممكن تروح للفالفا والفاجينا واليوترس والفاليبيان ديو. وفي الومن بتعمل ايه؟ فالفوجينايتس، انيوريزس، كارنت يورينري تراكت انفكشن. فانت ركز على نكتورنال انال بيرورايتس وانتروبيازيس، فالفوجينايتس، ريكورنت يورينري تراكت انفكشن، وسيبك من كل الهري ده. المهم انت فهمتها الحمد لله. نروح على الدياجنوز. انا قلت لك دياجنوزس يبقى هنشوف الايج، لا اما بره في الجلد لا اما في الستول. طب انا هجيب الايج من بره ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها ان اي اتش سواب. ايه الان اي اتش سواب؟ هو الكتاب بقى هاري لك وقايل لك ايه هو ومش عارفه، والله العظيم ما هيجي لك في الامتحان اصلا ايه هو. المهم ده شكله الان اي اتش سواب. بيقول لك حته بتاع جلاس كده اهي، البتاع البيضه دي، وملفوف عليها ايه؟ رابر وحاجات كده، وورق السلوفان من قدام، وقطن، ماشي، رابر قطن وورق سلوفان. ويقوموا ايه؟ واخدينها كده ومسحينها على منطقه البرينيال كانال، يقوم طالع لك الاج معاه. بس كده خلاص عرفنا ان هو عنده المرض. طيب حاجه برضو مش منتشر قوي، عن طريق الستول. ليه بقى؟ ليه مش مشهور في الستول؟ بيقول لك اصل احنا قلنا الاج بتقرف من الستول، تفضل واقفه في الانال كانال تعمل حكه وكده، فتلاقيها ايه؟ ما بتنزلش في الستول، او ممكن ينزل 5% بس، نسبه 5% اللي بينزلوا في الستول، يعني نسبه بسيطه جدا. فعندك لو كل 100 شخص عملت لهم تحليل هتلاقي 95% ما عندهمش، هم عندهم اصلا. ليه؟ عشان الايج ما نزلتش في الاستول. فالايج بتنزل في نسبه بسيطه جدا من الناس، والباقي بتفضل عامله واقفه في جنب الانر كانال وتعمل لهم حك، بس بنلاقيها عادي، بس هي مش مشهور. فيجي يقول لك ايه اللي مش افكتيف في ان انا اشوف الدايجنوزس للانتروبياس فيرميكولاريس؟ هتقول له الاستول. اما الافكتيف اللي انا اعمل برينيال ان اي اتش سواب، دي حاجه افكتيف جدا. ندخل على تريتمنت ميبندازول. ميبندازول 500 مللي جرام تابلت على طول، هيجيب من الاخر دراج اوف تشويس. وفي حاجه اسمها بيرانتال بامويت، ده مش مهم، اعرف ميبندازول معاه. البريفنشن ان انا احافظ، انا قلت لك ان هو احافظ على النظافه الشخصيه زي ما كنا بنشرح اللايف سايكل. قلت لك ان هو الطفل الصغير دوت بتنزل بقى، او الادلت عادي بينزل بقى في الملابس بتاعته، ممكن على الملايه اللي هو مش لابس بنطلون والحاجات دي. فانا هغسل الملابس ثواني معلش انا اسفه. هغسل الملابس بتاعته وهغلي الملايات في الملايات يعني هغليها، وهغسل الملابس بتاعته كويس جدا. ندخل بقى على الام سي كيو. بيقول ايه هي الرابل ميثود عشان اشخص الانتروبيازيس؟ لسه قايلينها الانتروبيازيس اهو، عشان انت ممكن تقول ايه في الامتحان انت مش فاكر بقى وديدان كتير وبتاع. انتروبيازيس ايه دي؟ اللي هي انتروبيازيس فيرميكولاريس. اعرف جدا انتروبيازيس هشخصها بايه. فاكرين احنا كنا بنقول ستول وان اي اتش سواب، بس ان اي اتش سواب هي الاحسن، اما الستول مش حلو. فالرابل ميثود يعني افضل حاجه، تيجي في دماغك على طول ان اي اتش سواب. يبقى الانسر ايه؟ which of the following contain of adult of enterobius vermicularis؟ ايه الادلت بيعيش فين؟ افتكر اللارج انتستين ولا سمول؟ انا قلت لك اللارج، افتكر اللارج، يبقى اللارج على طول بيجي في الام سي كيو كتير اهو. لارج ولا سمول؟ لارج انتستين، يبقى الانسر ايه؟ which of the following is the common symptom of enterobius vermicularis infection؟ فاكر
اشهر حاجه هي كانت بتعمل ايه؟ مشاكل في الانتستين ومشاكل بره الانتستين. كان مشاكل في الانتستين كانت بتعمل ايه؟ حكه ليليه بتقرف الواحد وبتتعالج عادي لوحدها وبتمشي لوحدها. اما لما كان في ميل كانت بهدل لها الدنيا وتعمل لها مشاكل في الفاجينا ومشاكل في البرورايتس اناي ومش عارفه ايه. وبتعمل لها برضو ايه؟ تبول لا ارادي نيوريزس. حابين احنا دلوقتي عندنا دلوقتي في الاسئله، معلش انا اسفه، عندنا في الاسئله نكتورنال انال بيرورايتس وانوركسيا والسريشن نكتورنال انيوريزس. هبقى ناخد دي ولا اخد دي؟ هما الاثنين ينفعوا. ويقول لك ايه كومن سيمبتوم اشهر عرض اللي هو نكتورنال انال بيرورايتس، اما دي كانت بتحصل في الفيميل بس، فمش مش مشهور قوي. وبعدين لو ده لو المرض تخطى قوي، لكن هي ايه؟ نكتورنال انال بيرورايتس. انسر ايه؟ بس كده خلصنا الانتروبيز بالموكلاريس. نراجع كده بسرعه ونفتكر الحاجات المهمه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت دلوقتي افتكر اول حاجه احنا قلنا ايه؟ الادلت والايج، المورفولوجي بتاعها. الادلت احنا كنا بنقول ان هي ايه؟ سلندريكال. قلنا ان الميل مش كيرفد، اما الميل قصدي التيل بتاعه كيرفد عشان لو جات لك في العمل تبقى فاكرها وتفكرها في الام سي كيو برضه. والفيميل التيل بتاعها مش كيرفد، طويله الونجيتد كده اهو. ماشي. افتكر كمان معايا، افتكر معايا كمان ايه؟ افتكر الايج كنا بنقول على الشكل ايه؟ دي شيب، دي شيب ومليانه ايه؟ مليانه لارفا جواها، ومليانه لارفا جواها. ماشي. ادخل بقى على اللايف سايكل. كنا بنقول ايه؟ ديفينيتيف هوست مين؟ الديفينيتيف هوست هو المان. كنا بنقول الهابيتات بتعيش فين؟ في اللارج انتستين. وكنا بنقول الديagnostic ستيج اللي هناخدها من الانسان الايج. والانفكتيف ستيج كانت ايه؟ الامبريونيتد ايج اللي فيها سكند ستيج لارفا، دي اهم حاجه اللي هي اللي بتعدي جسم الانسان. ماشي. في انترميديت هوست؟ لا مفيش، هي موجوده بس في الفالاريا اللي هي لوا وفي ودرانكوتلاس، مش موجوده في دي. ماشي. نفتكر كمان ايه عندنا؟ ايه يا ربي عندنا ايه؟ انا والله كمان بفتكر معاكم اهوت، يعني انت حاول تفتكر اللي انا قلته فتفتكر وتتذكر معلومات. مود اوف انفكشن عندنا عن طريق فيكو اورال روت، درينكينج وايتنج اللي هو فيكو اورال روت، او عن طريق انهاليشن، او الواد المعفن اللي كان بيهرش ويرجع يحط ايده في بقه ومناخيره اللي هو اوتو انفكشن. كده خلصنا اللايف سايكل. ندخل على الباثولوجي. كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل موست كومن سيمبتوم نكتورنال انال بيرورايتس، وبتعمل في الفيميل تعمل لها بيرورايتس اناي، حكه في البرونيال وانفلاميشن، وتطلع بقى الفالوبيان تيوب والفالفو فاجينايتس. ويعني كانت تخلي الطفله الصغيره ديت يحصل لها ايه؟ نكتورنال انيوريازيس، ويحصل ريكارنت يورينري تراكت انفكشن. ماشي. هبقى انا دلوقتي عايزه اعمل دايجنوزس، هشخص ازاي؟ عن طريق ان انا هاخد ان اي اتش سواب، معلش هاخد ان اي اتش سواب من منطقه ايه؟ البرينيوم، او ان انا اخد الايج من الستول، بس دي حاجه مش مشهوره قوي. ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ اعالج ازاي بقى؟ عن طريق ميبندازول، هو ده العلاج. والبريفنشن ان انا عن طريق اغسل الملابس كويس واهتم بالنظافه الشخصيه، وكمان ايه؟ اغلي الملايات. بس كده خلصنا الانتروبياس بالميكولاريس. ندخل على الدوده اللي بعدها ان شاء الله، بسيطه ومش تاخد وقت. اللوا بقى. اللوا دي يطلق عليها ايه؟ يطلق عليها لوليازيس او اي وورم ديزيز، او كالابارس ويلنج ديزيز. يعني ايه؟ بص، لوليازيس دي جايه من لوا، زي ما كنت بقول لك انتروبياس فيرميكولاريس جايه من انتروبياس فيرميكولاريس. اما لوا لويازيس. ماشي. او اي وورم ديزيز هي بتروح تعيش في التيشو، هي اصلا تيشو نوماتود. فاكرين في الاول في التقسيم احنا قلنا انتروبياس دي كانت بتعيش في اللارج انتست، اما التيشو نوماتود قلنا كانت معموله بالاصفر اللي هي ايه؟ لوا. بتحب تعيش فين؟ بتحب تعيش في السكين والسبكوتينيوس تيشو واللنج والاي وكل الحاجات دي، لكن ما تعيش في الانتستين خالص، ملهاش علاقه بالانتستين. فتلاقيها مثلا عايشه بقى ايه؟ في السبكوتينيوس تيشو وكده، ما تنزلش اصلا في الستول وملهاش علاقه بالستول. فهي بتعيش ايه؟ اي وورم بتعمل مشكله في الاي، هي بتعيش في الاي ساعات. وبتعمل ايه بقى؟ انا قلت لك ان هي بتعيش تحت السكين، فبتروح عامله لي ايه؟ انفلاميشن والتهابات تحت السكين. بيسموها ايه؟ بيسموها كالابارس ويلينج. فاحنا نعرف اللي هو لوا كالابارس ويلينج او اي وورم ديزيز او لويازيس. ممكن يجي يقولهم في الام سي كيو الثلاثه زي بعض، وانت ما تجيش في دماغك ان هي ايه؟ لوا لا، بس انت خليك فاهم كده وعارف. ندخل بقى على المورفولوجي. الادلت، وعندنا ادلت وعندنا مايكروفلاري. فاكرين الثانيه انتروبياس فيرميكولاريس؟ جمع معايا كده، كان في ادلت وكان في ايج، لكن هنا مفيش ايج عشان اصلا مش هتنزل في الستول. هنا في ايه؟ ادلت وفي مايكروفلاريا مش هتنزل في الستول. ماشي. يبقى الادلت بيبقى اول حاجه، ثواني، الادلت شبه ايه؟ شبه الخيط، ثريد لايك، شبه الخيط. ماشي. حبل او خيط، خليها حبل، شبه الحبل.
اهي ده القطر. سرندريكال وول، سرندريكال احنا قلنا دي كل النيماتود ديدان اسطوانيه. الفيميل 6 سم والميل 3 سم، الفيميل اطول من الميل، مش مهم تعرف ان هي سرد لايك وخلاص. المايكروفلاري بقى، المايكروفلاري ماشي، ندخل على المايكروفلاري دي اهي اللي قدامي دي المايكروفلاري. بيقول ان هي شيتد، متغطيه بشيت بيغطيها اهو من بره. ده بص الابيض ده اللي هو الحرف الابيض اهو، ده شيت مغطيها من بره. وبيقول ان التيل كينكي كيرف اهو، التيل شايفين التيل ماشي اهو، ماشي اهو كيرف كده. فاكرين زي مين في الانتروبياس بالميكولاريس؟ زي الميل كان بيحب يبقى كيرفد برضه، اما الفيميل كانت بتحب تفضل طويله كده. جمع معايا كده، التيل كينكي كيرفد ومليان ايه؟ مليان نيوكليوي في الاخر كده. يعني التيل اهو مثلا، وفي الاخر ايه؟ في نيوكليوي كده ماشي. يبقى كده نعرف ان هو الادلت سريد لايك اهم حاجه المايكروفلاري، نعرف ان هي شيتد والتيل مليان نيوكليوي ماشي. ندخل بقى على اللايف سايكل. بسم الله الرحمن الرحيم، افهمها معايا زي ما فهمت الانتروبياس ان شاء الله تكون فهمتها يعني، وهتعرف كل الكلينيكال باثولوجي والحاجات دي، كل الحاجات دي هتعرفها ماشي. دلوقتي عندنا ميل وفيميل عايشين احنا قلنا عايشين في التشو اللي هو سبكتينيوس تيشو، قلنا ما بتعيش في الانتستين اهو، عايشين في التشو، عايشين بقى في عايشين في تحت الجلد في اي حته، في الايد في الرجل مش عارفه، المهم ان عايشين فين؟ في السبكتينيوس تيشو. الميل والفيميل دول هيتجوزوا ويخلفوا شبه الانتروبياس عادي ماشي، بس مش هيجيبوا لنا ايج. امال هيجيبوا لنا ايه؟ هيعملوا لنا شيتد مايكروفلاري. احنا قلنا المايكروفلاري اللي هي شيء بتبقى لها شيت من بره كده، هيجيبوا لنا ايه؟ مايكروفلاري ماشي. انت قلت ان هي مش عايشه في الانتستين، والمايكروفلاريا دي هتروح فين؟ مش هتخرج في الستول طبعا، ما هي مش عايشه في الانتستين اصلا، هتودي المايكروفلاريا دي فين؟ هتفضل عايشه معاها ولا هتروح فين؟ لا طبعا، المايكروفلاريا دي هتنفصل عن امها وابوها وتروح قايله لهم انا ماشيه وسايبه لكم البيت، وتروح رايحه ايه؟ على البلد، هتمشي في الدم. تقوم بقى ايه؟ حته بتاع كده بتاع عامله شدبانه كده، ماشيه تتفسح. معلش هو ايه اللي بيحصل ده؟ بس كده. تقوم حته بتاع كده شبه الدبانه. احنا قلنا ايه؟ اول حاجه ادلت ميل وفيميل ماشيين ويجيبوا لنا مايكروفلاريا دي تمشي على تروح في البلاد ماشي. وبعد ما تروح في البلاد تقوم ايه؟ دي حشره اسمها كريسبوس اسمها ايه؟ كريسبوس، ماشيه تتفسح كده، فتروح مقابله الانسان ده مقرصه. بشوف كده الانسان ده الدم بتاعه بيقول ايه. تروح واخده من دمك طبعا قرصاك، بتروح مدخله بوزها في دمك، تروح مصه الدم مليان ايه؟ مايكروفلاري اهي اللي احنا قلنا عليه، اللي هي اصلا سابت امها وابوها وراحت تتفسح. تقوم بقى ايه؟ تعالي لي، تروح المايكروفلاري ده داخله جواها، هي اللي تستغلها صراحه. مايكروفلاري هي عايز تكبر تتغذى بقى، تكبر تبقى لارفا 1 وبعدين تبقى لارفا 2 وبعدين تبقى لارفا 3. يلا ايه الحلاوه دي؟ ده احنا انسجمنا خالص، معلش انا اسفه. تقوم بقى ايه؟ اللارفا 3 ديت خلاص انا كبرت، انا فاضلي مرحله واحده وابقى لارفا 4. فلا تفكر بقى، عايز ترجع تاني لجسمها عشان تقابل امها وابوها تاني، يعني مش هتنفع عايشه لوحدها. انا كبرت كده بقى ايه ونضجت، وارجع افكر في ابويا وامي تاني. تروح رايحه على البق بتاع الكريسبوس، بدل ما هي كانت عايشه دخلت عاشت جواها في الماسلز بتاعتها والسبكوتينيوس تيشو، ما هي بتحب زي امها وابوها تاني، عاشت في السبكوتينيوس تيشو. لا هتروح رايحه بقى ايه؟ على البق بتاعها. تقوم بقى ايه؟ الكريسبوس دي راحه تاني مقابله انسان تاني، ما نشوف الدم بتاعه بيقول ايه، وتروح قرصاه وتروح حطاله ايه؟ حطاله اللارفا اللي هي سكن سيرد ستيج لارفا. بس تروح اللارفا دي داخله وتكبر، تبقى امها وابوها لكنها امها وابوها، تكبر وتعمل لنا ادلت ميل وفيميل، يتجوزوا ويخلفوا، يطلعوا لنا مايكروفلاريا. تقول لها لا انا هسيبك، مش انت عملت في ابوك وامك كده، انا هعمل فيك زيهم. وتروح رايحه على البلد، تمشي تتفسح، ترجل كليرز شايفاها الله، وتروح قرصه الانسان واخده شويه بلد، وتروح طالعه بقى ايه؟ المايكروفلاريا ديت اهي عايشه في الكريسبوس، تبقى من لارفا 1 للارفا 2 لارفا 3. كبرت، قال انا عايزه ارجع تاني للانسان، تروح رايحه على بق الكريسبوس، ويروح الكريسبوس قرص الانسان تاني وحاطط الدم فيه، وتروح مكمله حياتها تاني. بس كده خلاص اللايف سايكل بتاعتها النهارده.
يا رب تكون اتفهمت يا رب بجد. ندخل بقى نقول نطلع الحاجات بتاعتنا من اللايف سايكل زي ما احنا متعودين. مين الديفينيتيف هوست؟ لا خلينا سيبنا من الديفينيتيف هوست. مين الهابيتات اللي بتعيش في الدوده بتاعتنا النهارده؟ احنا قلنا الهابيتات ايه؟ السبكوتينيوس تيشو. السبكوتينيوس تيشو اللي هو ايه؟ السبكوتينيوس تيشو اللي هو الاي، السكين، المصل تحت السكين، في المصل، المهم ان هي في السبكوتينيوس تيشو. ماشي خلاص، هي عاشت في السبكوتينيوس تيشو. ايه الديفينيتيف هوست اللي هتعيش فيه؟ ايه هو العائل اللي هتعيش فيه الدودة لحد مرحلة يعني تفضل عايشة فيه حبة حلوين كده، اخر حاجة هتعيش فيها وبعدين تطلع جنين؟ يعني ايه اللي هتخلف وتتجوز فيه؟ المكان اللي هتستقر. شفت المكان اللي بيتجوزوا ويخلفوا فيه هو مكان الديفينيتيف هوست، هو مكان الاستقرار. المكان اللي هتستقر في الدودة اللي انا قلت ان هم هيتجوزوا ويخلفوا. الانسان اللي واقف ده هو اللي اتقرص 500 مرة، ايوه هو الانسان. هب ايه هو الانترميديات هوست؟ يعني ايه انترميديات هوست؟ انا مش فاكره يعني ايه انترميديات هوست. انترميديات هوست يعني المكان اللي هتعيش فيه الدودة لفترة مؤقتة، تكبر كده وتكبر وتبقى حلوة، وبعدين ترجع ايه؟ تروح مكانها الاساسي تاني اللي هتكبر وتتجوز، اللي هتتجوز وتخلف فيه. يعني انت قصدك مكان كده عامل شبه رحم الانثى اللي هو شبه الرحم بتاع الانثى اللي هو تكبر فيه لحد ما تنمو وبعدين تتولد بقى وترجع بقى تعيش حياتها في الدنيا عادي. ايوه هو بقى ده اسمه ايه؟ انترميديات هوست. اللي هو مين؟ البتاع اللي قرص المعفن الرخم ده اللي كل شويه يقرص الانسان، الكريسبوس، هو الكريسبوس. ماشي. ايه بقى الدياجنوستيك ستيج؟ ايه الحاجه اللي هناخدها من دم الانسان ونعرف ان هو عنده الدوده دي؟ فكر معايا. انا قلت لك ان هي عايشه فين؟ عايشه في السبكوتينيوس تيشو. قلت لك انها عايشه في الانتستين؟ لا يعني معناها مش هتنزل ايج خالص. انا قلت لك، انا جبت لك سيره ايج النهارده في اللوا دي؟ لا. طيب خلاص انا مش عايز لوا، انا مش عايز ايج خالص في الموضوع. امال ايه؟ امال الدياجنوستيك ستيج انا متعود انها تبقى ايج. الدياجنوستيك ستيج معانا هتبقى ايه؟ الحاجه اللي راحت الدم. انا دلوقتي هعمل تحليل للدم، انت هتدور على الحاجه اللي هطلعها من الانسان لما اطلع حاجه في الستول لما اعمله تحليل دم. فاكر البتاع اللي قلت لك المايكروفلاريا اللي هي بتبعد عن امها اهي، اللي بتسيب امها وتقول لها انا اروح اتفسح؟ هي دي اللي عايشه في الدم، هي دي اللي هاخدها واعمل لها ايه؟ هعرف منها ان الانسان دوت عنده الدوده دي. يبقى ايه؟ المايكروفلاريا هي اللي دايجنوستيك ستيج. هبقى انا عايزه اعرف بقى الانفكتيف ستيج. يعني ايه انفكتيف ستيج؟ انا مش عارفه يعني انفكتيف ستيج. انفكتيف ستيج يعني البتاعه اللي راحت ايه؟ عملت لنا المشكله للانسان، هي اللي ضرت الانسان، هي اللي ضرت الديفينيتيف هوست. مين اللي ضر الديفينيتيف هوست؟ فاكرين البتاع؟ هتقول لي الكريسبوس. غلط، مش الكريسبوس. امال ايه؟ مش الكريسبوس. مش الكريسبوس يا حبيبي. الكريسبوس ما ضرتش الانسان. الكريسبوس هي اللي راحت ايه؟ عامله قرصاته بس. امال ايه بقى الحاجه اللي دخلت الانسان جوه وعملت المشاكل؟ هتعمل لنا المشاكل اللي هو مشكله في العين بقى ومشكله في الالتهابات وانفلاميشن. ايه اللي دخلت بقى مع الكريسبوس اللي كانت في بقها اللي قالت انا اروح لابويا وامي تاني؟ فاكرين؟ السيرد ستيج لارفا. السيرد ستيج لارفا. السيرد ستيج لارفا هي اللي عملت لنا المشكله ودخلت وبهدلت الدنيا جوه. دي الانفكتيف ستيج. يبقى كده خلصنا انفكتيف ستيج ودياجنوستيك ستيج، وقلنا الانترميديت هوست اللي هو ايه؟ الكريسبس. بيسموه ايه؟ فيكتور. بيسموه فيكتور عشان هو ناقل. ماشي. وكده قلنا كنا تقريبا. فاضل بقى المود اوف انفكشن. ازاي وصلت الدوده دي للانسان؟ ازاي وصلت؟ ازاي عادت الانسان؟ دي بقى طريقه الوصول. فاكري اهي بتاع ده الكريسبوس المعفنه ده. الكريسبوس، معلش هنشيل اللخبطه اللي عليها دي. الكريسبوس دي اهي اللي فيها اللي جواها سيرد ستيج لارف، عملت بايت، عضت مش بقى يعني قرصت، يعني قرصت الانسان وراحت مدخله في المشكله. يبقى عن طريق ايه الانسان يتعدى؟ عن طريق ايه؟ القرص. مش زي التانية الانتروبيس. فاكرين كنا بنقول اللي هو في كورال روت وانهاليشن وتونفكشن. جمع معايا كده، جمع معايا الديدان مع بعضها، النيماتود مع بعض والترماتود مع بعض وبتاع، والله العظيم هتدخل الامتحان فله. لكن ان انت ما تجمعش بقابلني لو عرفت تعمل حاجه. بس ان شاء الله والله كويس، وهنزل لكم تجميعات وجداول والدنيا هتتظبط بجد. البرم اصلا من اسهل المواد ان شاء الله، ان شاء الله بجد يعني. وربنا يكرمكم في الامتحان. ندخل بقى على ايه؟ نجيب بقى سلايد نشرح عليها، نقول الكلام اللي قلناه. ماشي. الديفينيتيف هوست قلنا الماء. هابيتات اللي هو سبكوتينيوس تيشو والماسكولار تيشو.
ماشي. الانترميديت هوست الفيكتور اللي هو ايه؟ كريسبوس. الكريسبوس. الانفكتيف ستيج قلنا ايه؟ اللي ضرت الانسان. ال 3 في البروسبوزس بق الحشره. والدايجنوستيك ستيج المايكروفلاريا. المود اوف انفكشن لارفا بتهاجر وبتدخل السكين من خلال الوند الجرح. ماشي. اللي هو الجرح يعني ايه؟ بايت اوف فلاي عملت وخرمت البلاد، تقوم اللارفا داخله وداخله على البلاد على طول. بايت اوف فلاي. بيقول لك بقى ان الكريسبوس هي بيولوجيكال فيكتور. دي مهمه عشان الام سي كيو. يعني ايه؟ اصله ده نيسيسري عشان يكمل اللايف سايكل بتاعه البرازيت. يعني ايه بقى؟ دلوقتي احنا قلنا الكريسبوس دي بتروح تعيش فيها المايكروفلاريا وتكبر لحد ما تبقى سيرد ستيج لارف، صح؟ لو انا شلت الكريسبوس دي من الموضوع وبقى في مان ومايكروفلاريا بس، هل المايكروفلاريا هتكبر وتوصل تبقى سيرد ستيج لارف وتروح تاني جسم الانسان وتعدي الانسان من جديد؟ لا. يبقى انا دلوقتي لو شلت الكريسبوس دي وشلتها معايا خالص، شلتها وموتها خالص، مش هيبقى عندي اصلا لوا. فبيقول ان هي بيولوجيكال فاكتور، ضروري حيوي، ناقل حيوي ضروري ومهم جدا ليه؟ عشان يكمل ايه؟ اللايف سايكل بتاعه البرازيت. ماشي. هبقى انا اعرف من الكلمتين دول، اعرف البريفنشن اعمل ايه؟ هعمل كنترول للكريسبوس. لما انا اعمل كنترول للكريسبوس هموت شويه في منطقه واقلل وجود الكريسبوس في منطقه، يبقى انا كده هحاول هقضي على المرض، صح ولا لا؟ صح. هبقى انا اعمل ايه تاني كمان؟ دلوقتي لو انا رايح منطقه وعارف ان هي فيها المرض ده منتشر، هعمل ايه؟ اروح حاطط حاجات كده طارده للحشرات الكريسبوس ديت على جسمي، زي سبراي كده على جسمي هيطرد الحشره، صح ولا لا؟ صح. طيب هبقى انا لو اهتميت برضو لو اهتميت ان انا خدت علاج للحشره اسمها ايه، للمايكروفلاريا دي، وقتلتها، خلاص مش هتنزل تاني، مش هتكبر وتروح في اسمها ايه، في بق الكريسبوس وتروح تكبر وتكمل حواراتها. فكده انا خلاص معاك البريفنشن اهو. هبقى انا دلوقتي عايز اقضي على الحشره، دواء واحد دراج اوف شويز اسمه داي ايسايل كاربامينو، اسمه داي ايسايل. بس خلصنا الدايجنوزس وخلصنا التريتمنت. هنقولهم تاني بس انا بعرفك ان الموضوع والله سهل وبسيط. انت لو عرفت اللايف سايكل هتطلع من اللايف سايكل البريفنشن، وهتطلع الدايجنوزس، وتطلع الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر كمان. هنقولهم دلوقتي وهتلاقيهم مرتبطين جدا بالموضوع. فلا انت مش هقولها تاني. لو ما فهمتش اللايف سايكل ارجع تاني عيد الفيديو او شوف حد تاني وافهم الشرح، لان اللايف سايكل هي الاهم. ندخل بقى على اللي بعدها، الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر. ماشي. احنا عندنا بتعمل حاجتين، تعرف حاجتين كده مرتبطين بجسمك وانا قلتهم في الاول، فاكرين؟ قلت لك اللي هو لوييزيس كالاباري سويلنج اي ورم ديزيز. قلت لك اي ورم ديزيز عشان بتروح تعيش في الاي وبتعمل فيها مشاكل. قلت لك كالاباري سويلنج عشان بتعمل انفلاميشن والتهابات تحت السكن، فبتعمل حاجه اسمها كالاباري سويلنج. طيب تعال اشرح لك بقى ايه هي الاي ورم ديزيز وايه هي الكالاباري سويلنج. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الكالاباري سويلنج بيقول ان هي اسمها فيجيتيف سويلنج. هو allergic inflammatory response. الالرجيك inflammatory response تجاه الورم دي الانتيجين. دلوقتي عندنا بص، احنا قلنا الميكروفلاريا بعد ما تسيب امها وابوها الادلت تقول لهم انا راح اتفسح في الدم، البلاد، مش عارفه في ايه، ادي البلاد اهو، الميكروفلاريا راحت تتفسح في الدم اهو. تقوم بقى ايه انت دلوقتي لو انت في بيتك ولقيت حرامي حاجه غريبه جت بيتك، هتعمل ايه؟ تروح تلم الجيران وتجمع شواكيشك وكل حاجه وخشب بقى وبتاع، ولو معاك سلاح تجهزه وتجمع الدنيا عشان الحرامي ده، صح ولا لا؟ هي الدم يعمل كده، دم لا حاجه غريبه كده، ايه ده؟ ايه البتاع اللي ماشيه دي؟ يروح جايب بقى ايه، يلا يا زينوفيل تعالي، تروح من الايزينوفيل دي اللي هي خلايا مناعيه البيضاء والصفراء، الحاجات اللي كنا بناخدها دي، خلايا بالعاميه الكبيره والحاجات اللي انت خدتها في ثالثه ثانوي دي، ماشي. تقوم جايه بقى الحاجات دي بتاعه الانفلاميشن، تروح جايه متجمعه بقى حوالينها، انت عايزه تبهدلينا ولا ايه؟ تقوم بقى تفضل تعمل حاجات كده وتجيب بقى ايه، الدم يروح عامل ايه، شفت ما انت بتتعور ويعمل لك يجمع الجرح تاني، يعمل بقى حاجات زي فايبروز، اسمه فايبروز. انا مش عايزه اقولها بالانجليزي والله عشان عارفه انتوا ما خدتوش مناعه والحاجات دي بالانجليزي، فبقولها لكم بطريقه ثالثه ثانوي. تقوم بقى يحصل بقى ايه، دي اسمها ايه، فايبروزس اللي هو يجمع بقى الفايبر بتاعته ويروح عامل بقى بتاع كده. دي بقى يروح يعملها فين؟ يعملها سبكوتينيوس، مش معلش انا اتلخبطت، مش في البلد. هنعيد من تاني نفس اللي انا قلته بس مش في البلد.
هو عايش في السبكوتينيوس تيشو اهو، الجلد والحته اللي السبكوتينيوس اهو. الادلت اللي عايشه، مش المايكروفلاريا، الادلت، الميل والفيميل، الميل والفيميل عايشين. انا لقيت دلوقتي حاجه غريبه عايشه في جسمي، هيقوم برضو نفس اللي انا قلته، بس شيل المايكروفلاريا والدم، خليك في السبكوتينيوس تيشو. هيروح بقى مجمع زي ما يلا يا زينوفيل يلا مش عارفه ايه، ويجي بقى وفايبروزوس بتاع، ويجمع الدنيا. وبص اهو دي تحت السكين، هيروح عامل ايه؟ طبعا البتاعه هتطلع كده، هيعمل لك زي حاجه كده متضخمه طالعه. هي بقى البتاعه دي اللي بتعمل لنا المشكله اهي في الصوره. شايف ايده متضخمه؟ بص هنا مش متضخمه، سيبك من ان هو يعني مسود شويه ملهاش علاقه، اهي في تضخم شويه كده. دي اسمه ايه؟ كالابار سويلنج. بيوجعش، هو نون تندر اصلا، بيوجعش ويبقى اتشنج، ممكن يبقى اتشنج، ممكن يبقى عايز يهرش فيه، ممكن لا، مش لازم يبقى اتشنج. بيقول ان هو بيختفي شويه ويرجع تاني. ليه بقى؟ دلوقتي هو ما بيجي عقبال ما يعمل الحوارات ديت، شفت ما انت بتلم الجيران وتلم الناس كلها ويلا حرامي، والحرامي في النص تقعد تضربه وفي الاخر تيجي تدوروا وتلاقوا الحرامي مشي. هو كده، هو بيقعد يعمل ويلم الفايبروز وايزينوفيل ويلا وبوظوا الدنيا، وتقوم ايه الادلت يلا يا حبيبتي، وتروح ماشيه وراح واقفه في حته تانية وثبت الفايبروز. يروح ايه ده الجسم، ايه ده وانا بكلم نفسي ولا ايه؟ يروح رايح سايب الحته دي تخف، وتروح رايحه عليها تاني يلا اعملوا زينوفيل وبتاع، تروح ماشي وسايبه البتاع. يروح هو مختفي من المنطقه ديت اهو يلا، ولكن كان في حاجه هنا وهنا كمان، ويروح رايح لها هنا، ويروح ثواني، هي وقفت هنا اهي، يروح رايح لها هنا تاني يعمل لها مشكله، تروح هي ماشيه برضه مفرسعه، بس يفضل على الحوار. عشان كده بيقولك ان هي بتختفي شويه وبتظهر شويه، this a few days وريابي. فنعرف ان كالواريس ويلينج الرجيك انفلاماتوري ريسبونس ضد ايه؟ الانتيجين بتاعت الدوده، ماشي. دوده موجوده فطبعا عامله انتيجين ويعمل لها الجسم انتي بادي والحاجات دي، ونعرف ان هي نون تندر، ونعرف ان هي ايه ممكن تبقى اتشنج، ماشي. دول اهم حاجه. الاي ورم ديزيز بقى بيحدث لما العين تبقى الدوده تمشي في العين. احنا قلنا هي ممكن تعيش في العين، ماشي اهي زي الصوره عندنا اهي، اهي عايشه في العين اهي تحت هي اللي ماشيه دي كده. فبيعمل لنا اي ورم ديزيز. ايه بقى الاي ورم ديزيز ده؟ شايفين ممكن يعمل ايه؟ دلوقتي ماشيه في العين، يعمل اي كونجيشن، احتقان، ممكن هي تسد بلاد فيزل مثلا من البلادات اللي ماشيه هنا دي، فتعمل احتقان في العين. يعمل اتشنج، يبقى عايز يهرش في عينه، يعمل بين وجع، يعمل لما العين بيحصل فيها التهابات ووجع ومش عارفه ايه، تلاقيه مثلا الانسان مش عايز يبص للشمس، مش عايز يشوف ضوء، فبيسموها ايه؟ لايت سنسيتيفيتي. بس هي دي الاي ورم ديزيز. اتمنى تكونوا فهمتوها ويا رب تكون سهله. نعرف ان كالاباريس ورينج واي ورم ديزيز مرتبطين باليوزيس. اول ما تيجي كده في الامتحان اليوزيس تفتكر على طول كالاباريس ورينج اي ورم ديزيز. سيستم الدنيا كده والله العظيم، والموضوع سهل والله العظيم، الموضوع سهل وانتوا قدها، بس سيستم الدنيا وراجع بجداول، وان شاء الله هنزلكم جداول تراجع بيها كده، والسيستم الدنيا هتلاقي الموضوع سهل، والبرا دي اسهل ماده ممكن تجمع بها درجات. بيقول بقى ازاي اشخص. التشخيص بيعتمد على ايه؟ انا دلوقتي قلت لك ان انا الدايجنوستيك ستيج بتاعي ايه؟ المايكروفلاريا. فاكرين الحاجه اللي انا هشوفها في جسم الانسان هعرف انه عنده المرض ده؟ قلت المايكروفلاريا اللي هلبت من امها وابوها فهلاقيها في الدم، صح؟ يبقى انا ايه تشخيص معايا؟ ان انا هشوف المايكروفلاريا في البريفلار بلاد. بيقول ان بيقول لك معلومه مهمه، المايكروفلاريا ستريكتلي ديورنال. ليه ايه؟ هلاقيها في البراد، بلاقيهاش بالليل، بلاقيها الصبح، بلاقيها من 8 الصبح ل 8 بالليل، يعني اول ما الدنيا تضلم كده مش هلاقيه، الصبح هلاقيها. يبقى انت لو جيت تعمل تحليل في الدم عشان تلاقي مايكروفلاريا ما تعملوش يا عم بعد الساعه 8 بالليل، اعمله من 8 الصبح لحد 8 بالليل. فانت تعرف على طول المايكروفلاريا بلاقيها ستريكتلي ديورنال. بيقول ان وجود الانتي فلاريا انتي بودي هلاقيها في الهاي انديميك اريا. الهاي انديميك اريا اللي هي ايه؟ المناطق الوباء. مناطق الوباء ديت مناطق بيكون خلاص اللي هو موجوده عند معظم الناس، وفي ناس بقى ايه عملت مشاكل انفلاميشن وحصل لهم بقى ايه مناعه وانتيجين وانتي بودي، فهلاقي ايه؟ طبعا هلاقي الانتي بودي، لان خلاص طالما حصل كالاباريس ويلينج يبقى معناها حصل ايه؟ انفلاميشن يعني ايه؟ يعني الجسم شاف الانتيجين وطلع له انتي بودي، فمعناها ان انا هلاقي انتي فلاريا انتي بودي في الانديميك اريا. فانا لو عملت لهم تحليل هلاقي عندهم الانتي بودي. وبيقول ان انا ممكن اشوف الادلت ورم، هشيلها منين؟ هشيلها من السكين او الكونجنكتيف، زي هنا هي موجوده في العين، هلا يشيلها عادي، كحت كده، دكتور عنده بتاع كده كحاته كده بيشيل
ويشيل اهو، شال الدودة عادي وخلاص، وكده عالجت الموضوع. او ممكن لو انا شفتها في تحت حتة في سكين وباينة اروح شايلها برضو. بيقول برضو ان انا هلاقي في الانديميك ايرا المناطق الموبقه دي برضو هلاقي عندهم هاي ايزينوفيل. ليه بقى؟ لان مناعتهم عاليه وشغاله. عشان قلت لك الزينوفيل دي اللي هي الخلايا المناعيه، يلا يا الزينوفيل عالي، يلا فايبروزس بقى ومش عارفه ايه والحوارات دي. فالمناطق الانديميك انا بشخص عن طريق ايه؟ ان انا الاقي عندهم مانيفستيشن اللي هي ايه؟ انا لقيت عندهم كالاباري سويلنج. فكالاباري سويلنج يعني معناها خلاص حصل عندهم انفلاميشن ومش عارفه ايه. هروح اعمل بقى هلاقي عندهم انتي فلاريا انتي بودي، والاقي عندهم هاي ازينوفيل. يبقى انا نعرف الانديميك ايرا هلاقي عندهم انتي فلاريا انتي بودي وهاي ازينوفيل. اما الانسان العادي الادلت هلاقي عنده اللي في السكين والكونجنكتيفا الوول. اما برضو الانسان برضو العادي اللي هو مش انديميك ايرا ما فيش وباء، ده واحد بس اللي عنده، هلاقي برضو عنده المايكروفلاريا في البريفرال بلوت. بس يعني الموضوع بسيط والله. اعرف بس اللي انا عاملاه بالاصفر ده ديتكشن اوف مايكروفلاريا في البريفرال بلاد ديورنال بين 8 ام ل 8 بي ام، والانتي فلاريا انتي بودي، وهاي اوزينوفيل في الانديميك اريا. التريتمنت عن طريق داي ايسايل كاربامازين. داي ايسايل كاربامازين اختصاره اعرفه دي اي سي، عشان ممكن يجيب الاختصار في الام سي كيو برضه، فانت تبقى عارف. البريفنشن احنا قلنا فاكرين الفيكتور كنترول اللي هو الكريبتوس هعمل له كنترول. لو انا قضيت عليه اللي هو بيولوجيكال فيكتور خلاص انا كده بقى قضيت على المرض اصلا، او انا هحجمه مش هقضي عليه طبعا، لان ما ينفعش اقضي على كل حاجه. انا ممكن احجم وجوده، يعني اخلي حاجه بسيطه بس اللي موجوده بيه نسبه بسيطه، او ان انا احمي جسمي. انا رايح دلوقتي مسافر للمنطقه اللي فيها المرض دي، هعمل ايه؟ هروح اعمل رشه سبراي على جسمي، دي حاجه طارده للحشرات. او ان البس ملابس فتح ملونه تطرد الحشرات. او ان انا اخد الداي ايسايل كارباميبازين اللي هو اصلا العلاج اللي هو دراج اوف الشويز، هاخده مثلا ك جرعه بسيطه 300 مللي جرام كوقايه كل مره واحده اسبوعيا. عشان ايه؟ مثلا انا في منطقه انديميك وخايف يجيلي المرض، هروح واخده كوقايه بحيث ان انا لو جالي اقضي على المرض من اولها. بس كده وسهله، والموضوع يطلع من اللايف سايكل اصلا، وقلناه الحمد لله يعني. يدخل بقى على الاسئله. بيقول ان اللوا فيليريزس. تعرف ان في الام سي كيو ممكن يجي يقول لك الفيليريزس دي مرتبطه بايه؟ مرتبطه باللوا. قصده اللوا ليه بقى بيسميها فيليريزس؟ عشان هي اصلا بتطلع مايكروفلاريا. مفيش ايج مفيش ايج في لارفا ماشي، بس مفيش ايج، فهو بيطلع مايكروفلاريا بتكبر وبتبقى لارفا، مفيش ايج معانا، فهو بيسميها ايه؟ فيليريزس. فهتعرف الفيليريزس مرتبط لوا فيليريزس يوجوالي دايجنوزس باي اكزاميند ويتش تايب وات تايب اوف سامبل اندر ميكروسكوب. احنا قلنا اللوا ما بتنزلش اصلا، ما بتطلعش ايج ينزل في السول، صح؟ انا هعمل لها ايه؟ هشوف البت اللي هربانه من امها وابوها المايكروفلاريا اللي عماله تسترمح لوحدها في الدم، صح اللي جت الكريبتوس نقتها وخدتها. فكده ان انا هشوفها فين؟ في البلد. فانا كده هعمل دايجنوزس فين؟ معلش انا اسفه عذرا، هعمل دايجنوزس فين؟ في البلد. يبقى الانسر بلد. بيقول ان الدكتور كان سي ان بلاد وبيقدر يشوف ايه في السكين والاي. ماشي، احنا هنشوف في البلاد لسه قايلين المايكروفلاريا اللي هربانه من امها وابوها. امال هشوف في السكين والاي ايه؟ الاي. هشوف الدوده اصلا الادلت اللي هي الميل والفيميل اللي هيتجوزوا ويخلفوا، هشوفهم هم بيبقوا عايشين بيتهم الاساسي في السبكوتينيوس تيشو اللي هو سكين والاي. اما بنتهم المايكروفلاريا اللي بيخلفوها اللي بتروح تسترمح لوحدها بتروح فين؟ بتروح في البلاد. اللي هو بنعرف ان هي ايه؟ اي وورم، سيت وورم، بين وورم، دورف وورم، اي وورم. هي دي اسمها اي وورم. اما سيت وورم وبين وورم ما تتلخبطش، دي الانتروبياس والميكولاريس اللي قلناها في اول الحصه، ودورف وورم لسه ما انتم خدتوهاش. فكده الانسر اي وورم. نرجع بقى كده بسرعه، يعني نرجع على اللوا. كان عندنا ايه؟ كان عندنا ادلت وكان عندنا مايكروفلاريا، وكان عندنا الادلت سيرينديكال، وكان عندنا المايكروفلاريا كان ايه الحاجات المرتبطه بيها؟ ثواني. المايكروفلاريا شيتت، وكان التيل بتاعها
ملوي شبه فين، شبه الميل بتاعت الانتروبياس بالميكوناس، وكان مليان نيوكليوي. ماشي، نعرف ان اللوا هو مرض لوليازيس، فيليليازيس، اي وورم ديزيز، وكالاباري سويلنج. نعرف اللايف سايكل، كنا بنقول الديفينيتيف هوست بتاعنا مان، والانترميديت هوست اللي هو بيعيش فيه لمده بسيطه كان الكريبتوس. والمود اوف انفكشن قلنا البايت اوف كريبتوس. وقلنا الانفكتيف ستيج اللي هي اللي بتضر الانسان بتاع ال 3 لارفا اللي موجوده في البق بتاع الكريبتوس. وقلنا الدايجنوستيك ستيج المايكروفلاريا اللي بتهرب من امها وابوها بتروح تعيش في الدم. قلنا الهابيتات السبكوتينيوس تيشو اللي هو السكين والاي، وفي الماسل برضه. ندخل بقى على وكنا بنقول ان الكريبتوس هو الفيكتور، هو البيولوجيكال فيكتور الحيوي، ومهم جدا نسيسري عشان اكمل اللايف سايكل، ولو انا شلته من اللايف سايكل خلاص ميبقاش في لايف سايكل معانا. نعرف بقى الباثولوجي كانت بتعمل لنا مشاكل في كالابار سويلنج اللي هو انفلاميشن تحت الجلد، وهو نون تندر، وكان بيبقى فيه شويه اريتيشن وبيظهر شويه وبيختفي شويه. وكنا ونعرف ان هو اي وورم ديزيز، بيحصل مشاكل في العين، اريتيشن، ويبقاش عارف يبص وبين، ومبيبقاش عارف يبص للنور. نعرف بقى في الدياجنوزس ان انا هلاقي مايكروفلاريا في الدم، وبلاقيها بس الصبح من 8 الصبح ل 8 بالليل، فانا لو عملت تحليل ما اعملوش اكتر بعد 8 بالليل او قبل 8 الصبح. واعرف برضو ان انا ممكن الاقي في الانديميك ديزيز الاقي عندهم هاي ايزينوفيل، او الاقي انتي فرالي انتي بودي عشان حصل عندهم بقى كالاباري سويلنج وانفلاميشن والحاجات دي. وممكن اشيلها بقى عن طريق كحاته كده، اشيلها من العين او اشيلها من تحت السكين. ممكن بقى العلاج اللي هو دايسايل كارباميبازين، وده دراج اوف الشويز. بريفنشن ان انا اخد اللي هو الدايسايل كارباميبازين، ودوت ممكن اخده 300 مللي جرام كحاجه كده، حاجه بسيطه، نسبه بسيطه، ان انا لو رايح منطقه انديميك كده خايفه على نفسي. وممكن ان انا مثلا ارش سبراي ريبيلنت. وممكن ان انا اعمل كنترول للفيكتور اللي هو الكريبتوس، هو اللي بينقل المرض، هو اللي عامل المشكله. فانا لو ما فيش كريبتوس ما فيش لايف سايكل. بس انا كده ركزت على النقط المهمه، وكلهم معمولين بالاصفر عندنا في الداتا. وان شاء الله انزل لكم جدول كده تجمعات ما بين الدودتين، بحيث ان انتوا داخلين الامتحان عارفين اللوا مع الانتروبياس، ومقارنينهم الاثنين ببعض ومسكمينهم كده في دماغكم. ولو في اي حاجه مش فاهمينها ابعتولي تاني، وابعتولي على الجروب، وان شاء الله ربنا معاكم، ربنا يوفقكم ان شاء الله. وجيبوا درجه كويسه جدا، وما تخافوش وما تقلقوش، والله البرا هتبقى اسهل حاجه، بس جمعوها، انتوا اسمعوها بس اول مره وافهموها، وبعدين جمعوها على طول بالجداول، وسيبكم من كتاب القسم لان هيلخبطكم جدا صراحه. الجداول اللي هنزلها ذاكروا منها وان شاء الله يعني خير. والبرا ممكن هي اللي يعني تسند معاكم اصلا يعني، والله لان الباثولوجي برضو تقيل عليكم. يعني البرا والمايكرو هما اللي سندوا معايا اصلا في المديول ده، يعني كلنا مرينا بالمراحل دي اصلا، الموضوع كان صعب، فربنا يوفقكم. بس خلاص بقى السلايد ثانك يو اللي انتوا بتحبوها. السلام عليكم.